السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. رمضان كريم عليكم جميعا يا رب. النهاردة هقول لك حاجة تهمك جدا لو أنت هتسافر ألمانيا وهتيجي هنا قريب. عايز أقول لك إن أنت هنا أيا يكن المدينة اللي أنت جاي عليها، لو جاي لوحدك وحاسس ان انت هتبقى لوحدك هنا والكلام ده، لا انا عايز اقول لك ان هنا في جروبات على الفيسبوك وصفحات مختصه بالمصريين او العرب بالاخص في مكان ما في اي مدينه في جميع انحاء المانيا. بتبدا ان انت تشترك في الجروبات دي، بس بيطلب منك تاكيد ان انت ساكن فين، فبتكتب اللي هو المكان اللي انت ساكن فيه بالفعل، وبتاكد الكلام ده وبتكتب رقم الماني والكلام ده. فمش سهل ان انت في مصر تخش على الجروبات ديت. في جروبات اي نعم، كذا جروب كده بيتكلم عن المصريين في المانيا والعرب في المانيا، ممكن تخش عليه عادي، بس ولكن ده ما بيبقاش مختص بالمكان اللي انت موجود فيه، وما بيبقاش عليه معلومات مهمه جدا. تمام. فانت لما تيجي في المكان اللي انت جاي هنا في المانيا ايا يكن المدينه، بتكتب العرب او المصريين في مدينه كذا او كذا، بتبدا ان تظهر لك جروبات كتير، بتبدا ان انت تخش تشترك عليها وبتعمل طلب وبتبدا تسجل مكان سكنك والكلام ده كله. عايز اقول لك كمان ان هنا المراكز الاسلاميه والمساجد هنا ليهم ادوار جميله جدا، يعني بيعملوا زي ايفنتات كده وان الناس تروح. لو انت مثلا شخص هنا معاك اسرتك وعيالك بتروح، وبيعملوا زي مسابقات دينيه، وبيبقى يوم لطيف كده بتعيشوه مع بعض. تمام. انا مثلا هنا في رمضان كنت صراحه يعني تقريبا بفطر كل يوم لوحدي، فلقيت على الجروبات اللي انا مشترك عليها المصريين، لقيت في بوست عليه بيقول ان في افطار جماعي في المركز الاسلامي في مدينه ميونخ. فبدات ان انا عرفت اليوم بالتحديد، وبالفعل رحت، وبصراحه كان جو جميل جدا. الواحد كان يعني مفتقد الجو ده الى حد ما، لان طبعا عندنا في مصر رمضان ليه طعم تاني بجد، دي حقيقه يعني. لو حد هنا في المانيا عايش في المانيا وحضر رمضان هيبقى متاكد من الكلام اللي انا بقوله ده كويس. تمام. فبيعملوا حاجات جميله جدا الصراحه، وفطار جماعي بقى، وقابلت ناس صراحه، اتعرفت على ناس جديده. الواحد يعني اللي هو حس يعني في ناس، وانك اتعرفت عليهم وخدت ارقام ناس، ممكن ناس تساعدك مثلا هنا. بالنسبه للسكن في المانيا فهو رخم شويه وصعب انك تلاقي سكن. فلو انت مثلا جيت جديد هنا في المانيا، ومثلا وليكن جيت على سكن غالي، فعشان تغيره فدي لوحدها حوار وقصه. تمام. فابدا انك تتعرف على ناس بحيث ان هم يساعدوك في الكلام ده. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، اتمنى اكون فدتكم، واشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.